لو قلت لك إن شخص اتحرك مسافة 25 متر بس في الآخر رجع أقرب لنقطة البداية بس بسالب 5 متر، هل ده معقول؟ خليك معايا يعني في الموضوع ده بالظبط. تعال نشوف الرحلة بتاعت الراجل ده. أنا عندي راجل هنا طلع 10 متر في 2 سكند، فضل ساكن 3 سكند، بعد كده رجع للخلف 15 متر في 3 سكند. أول حاجة عايزين نجيب الانيشال بوزيشن. الانيشال بوزيشن دي اللي هي نقطة البداية اللي هي كانت 0. تاني حاجة عايزين نجيب الفاينل بوزيشن. الفاينل بوزيشن اللي هي نقطة النهاية دي كانت عند الماينس 5. عايزين نجيب التوتال ديسبيسمنت. أنا عندي مشي 10 متر، بعد كده رجع لخلف 15 متر، وهنا لما يرجع هيبقى بالماينس، يبقى 10 بلس ماينس 15 equal ماينس 5، يبقى الديسبيسمنت ماينس 5. طب التوتال ديستانس ده المسار الفعلي، يعني كل اللي أنا مشيته. الراجل مشي 10 بلس رجع 15، يبقى 10 بلس 15 25، ومفيش ديستانس بين الماينس. بعد كده عايزين نجيب الفيلوسيتي في كل سيكشن من دول. عندي في السيكشن الاولاني الفيلوسيتي هتبقى الفيرتيكال ديفايد باي هوريزونتال. الفيرتيكال ب 10 ديفايد باي 2 equal 5، وعندي الخط ده طالع هنا بلس يبقى بلس 5. ده الفيلوسيتي، دي معناها ان الفيلوسيتي بزيرو والسبيد بزيرو. طب السيكشن الاخير انا عندي هنا اللاين نازل، يبقى الفيلوسيتي بالماينس، يبقى نكتب ماينس 10 و5 يبقى 15 ديفايد باي 3 بس بالماينس. طب السبيد هتبقى 15 ديفايد باي 3 بس بالبلس، لان الافريج فيلوسيتي هناخد التوتال ديسبيسمنت اللي هي ماينس 5 ديفايد باي التوتال تايم ديفايد باي 8. طب الافريج سبيد هناخد التوتال ديستانس 25 ديفايد باي 8. اتمنى اكون استفدت من الشرح، ولو الشرح عجبك اعمل فولو وشير.